مسيتكم بالهنا والخير خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم اليوم وصفة البريوش بمكونات موجودة في كل بيت. الوصفة ناجحة 100%. تبعي معايا المقادير والمراحل خطوة بخطوة تنجحي فيه بإذن الله، ويجيك طبق الصورة كيما راكي تشوفي. شوفي كيفاش هكاك الداخل كامل خيوط خيوط، الله يبارك، والرطب والطري وحتى البنة ما شاء الله، وريحة البريوش في الدار تفحفح الله الله هذيك الدار كامل. عندي هنا كاس تاع 250، عندي زوج كيسان تاع حليب دافي. البنات اللي يحبوا يخدموه تجاري يخدموه بالماء دافي. نحط معاه مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، وعندي هنايا كاس غير ربع سكر. نحط نص تاع السكر برك نخلط معاه، على خاطر السكر يخلي الخميرة تتفاعل لي بالخف. نحطهم مدة 10 دقائق كيما راكو تشوفوا في غيسيبيون ونغطيها. وهذيك الكميه تاع السكر اللي بقات لي نحل بها الحبه تاع البيض، لانه البيض كي نحلوه في الحليب راح يبقى لي خيوط خيوط. مي كي نفتحوه غير هكايا مع السكر راح يتحلي مليح. هنا بعد ما جازوا 10 دقائق توعي نخلط مليح هذاك السكر اللي كان قاعد لي في القاع، ونضيف عليه هاد الحبة تاع البيض اللي كنت فتحت البقية تاع السكر فيها، ونجانس مليح المكونات تاعي. نأكد هذاك السكر يكون داب مليح، مهم جدا. هنا نبدا نضيف بنفس الكاس اللي بديت خدمت به، نبدا نضيف الفارينه خطوه بخطوه. وشوفوا راكم تشوفوا خياتي الخدمه راهي غير بالفوي، يعني بالمغرفه برك وانتي خدمتي، ماشي لازم بيتخا. اكيد اي حاجه تاع الخميره تعزلي عليها الزيت والملح، لانه راح ينقصوا الفعاليه تاع الخميره. شفتوني من بعد باش ضفت هذاك الزيت، نص كاس تاع الزيت ومغرفه تاع الخميره. ودوكا كيما راكم تشوفوا معايا درت زوج كيسان تاع فارينه وزدت زوج كيسان، وهذا الكاس الخامس. خياتي هذوك زوج كيسان تاع الحليب الدافيين يرفدوا لك 5 كيسان ومغرفة كبيرة تاع الفارينة، وتولي على حسب النوعية تاع الفارينة اللي تستعمليها. كاين فارينة تشرب وكاين فارينة لا. هما الفارينات كامل يشربوا بصح نوعيات، كاين اللي تشرب بزاف وكاين لا. هكا كيما راكي تشوفي نطمها. مهم جدا يا خياتي انه نخلي العجينه تاعي تكون شويه طريه، لانه الخميره تاع العجين هي وحدها راهي ريحه تنشف العجين. هنايا كنت مسحتها غير بشويه زيت هكا وحطيتها، خليتها 10 دقائق ارتاحت. بعد ما ارتاحت هذاك ال10 دقائق نضيف لها مغرفة تاع الزبدة. هاد المغرفة تاع الزبدة تعطيك نتيجة في البريوش تاعك ما شاء الله، يخرج هايل. نبدأ نعجن فيها كيما راكو تشوفوا. كي نبدأ نعجن ندخل الزبدة هذيك لاباط تولي قاع تتقطع. مي ما تخافيهاش، روحي لها غير بالعقل هكا، عجنيها شغل خطفة كيما راكو تشوفوا. هنا بدات تمرمد عليا بصح عادي ما تخافيش، كملي عجني هكذايا، رفدي وخبطي كيما راني ندير هكا. شغل نرفد نطويها ونخبط. هذه الطريقه اللي حتربي لك هذوك الخيوط في البريوش. هذه الطريقه الصحيحه تاع عجن البريوش. ترفدي وتخبطي، ترفدي وتخبطي. اللي عندها بيتخان تقدر تخدم بالبيتخان تاني كيعاوننا. انا فضلت نديرو بلا بيتخان هكذا. اللي ما عندهاش تقدر تجرب، ماشي لازم لها بيتخان ولا ما كاش. كيما راكم تشوفوا خياتي حبيت نخدم معكم بالتفصيل، حاجه ما تفوت كي شغل انت اللي راكي تخدمي بيدك هكذا. كي تجربيها تنجحي فيها. خليتها واحد 45 دقيقه بما انه رانا في الشتاء، يعني الحاجه تبطى باش تخمر لي. هنا نطفي لها الخمير تاعها هذا كيما راكم تشوفوا معايا. التشكيل يا خياتي عندنا اشكال وانواع تاع البريوش، لكن الاختيار، وانما انا اخترت ندير معاكم هاد الضفيره اللي راهي توندونس. شوفوا البريوش في الاول حتى قسمته على 3 بول، ومن بعد وليت قسمته هكايا، خليت وحده كبيره ودرت 3 صغيورين. دوك تشوفوا معايا الطريقه كيفاش. بالنسبه للتشكيل تاع البريوش مازال نزيدو نديروا وصفات واحد اخرين ان شاء الله، ونديروا تشكيل مختلف. شتو العجين كيفاش كنا نعجنوه من قبيله، كنا نرفدو ونطويو نرفدو ونطويو. تانيك هاد لي بول تاوعي دوك نسطحهم هكذا ونطويهم بنفس الطريقه باش نربيو هذوك الخيوط تاع البريوش الداخل اللي يخلوا لي البريوش تاعي يجيني خفيف خفيف. شوفوا كيفاش راني ندير، كل وحده نفتحها ومن بعد نبدا نطويها هكذا كيما راكم تشوفوا غير بالعقل، ونخدمهم حرابش طوال.
هذه حرابش طوال باش نخدمهم الضفيره اللي كيما وريت لكم في لا فوتو. هكذا نفتحهم واحده بوحده. بالنسبه للبنات انا هنا حنستعمل الجلجلان، ما عندكش الجلجلان تقدري تخدميها بلا جلجلان عادي وتخرج لك شابه. المهم تجربي الوصفه وتنجح لك تخرج لك رطبه كيما راني نحكي لك. هنا راني دهنتهم غير بالماء فقط باش نخلي هذاك الجلجلان يشد مليح في العجينه تاعي. هكذا نغطسهم مليح في الجلجلان، ومن بعد نعاود نجيب هذه قدام هذه وحده سامبل ما فيهاش الجلجلان ووحده فيها الجلجلان كيما راكم تشوفوا. يعني نخدم زوج حرابش، كل حربوش فيه زوج. هكذا كيما راكم تشوفوا معايا وحده قدام اختها، ونضمهم لبعضهم هكا باش يلصق في بعضه. من بعد نرفد وحده نعكسهم، يعني ندير علامه في. من بعد الجهتين جهه نجيبها من وجهه من عادي كيما درت في الاول، نعاود نعكس برك الاطراف من ومن، نقرصها من تحت ونضمها لبعضها هكايا، نقرصها وندخلها لتحت الجهه التحتانيه، وتحصلت على ضفيره بزاف شابه. هنايا عاود درت معاكم طريقه ثانيه، شكل الثاني. هذاك العجين تاعي قسمته على 6، زوج درت لهم الجلجلان وزوج ما درت لهمش السمسم، الجلجلان اللي هو السمسم هكذا. وكيما راكم تشوفوا نفس الطريقه، دور يمين وندور يمين في الاول نديروا علامه في، والجهه الفوقانيه نعاودوا لها علامه في، والجهه التحتانيه نعاودوا لها علامه في. شوفوا معايا كيفاش هاي لك الصوره هنا قربتها باش تشوفوها احسن. هذه فيها جلجلان فيها السامبل، واللي في الوسط فيها الجلجلان هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا علامه في، ومن بعد من تحتها علامه في، ومن الفوق علامه في. دورتها ساهله خياتي ولا غير ما شاء الله. جربيها وتنجح لك، سورتو تخبيها لرمضان. اللي يستاهل كل بريوش في رمضان راح يلقاوها نعمه في يدهم. هنا بعد ما خليتها خمرت لي، عاود خليتها 45 دقيقه، وعلى حسب الجو المنزل كي يكون المنزل دافي نص ساعه تكفيها. هنا عندي حبه بيض مع زوج مغارف حليب او كريم فريش، واش كان عندك استعملي. ندهن فقط الاماكن اللي ما فيهاش السمسم، اللي ما فيهاش الجلجلان. اللي فيها الجلجلان وحدها تحمر، لانه احنا رانا درنا كميه مليحه تاع السكر، درنا كاس غير ربع. هنا كي كانت في الفرن طليت عليها كلاني قلبي، حبيت نعرف كيفاش راهي ونتيجتها راكم تشوفوا. يعني ما شاء الله ما شاء الله. هنا واحد لاستوس، راني دهنته من الفوق بالحليب، الحليب وحده ما بدون اضافه، الحليب بارد نورمال دهنته. شتو كي تخدموا البريوش في الدار تجي هذيك الطبقه اليابسه من الفوق، هذيك الحمراء. انا باش نيفيتي هذيك الحموريه تجيني يابسه ديريها كطبقه تاع الماء ولا الحليب من الفوق هكذايا، لانه لي فور تاع برا كي تشري بريوش برا هما فيهم لا فابور، هذيك لا فابور هي اللي تخلي البريوش تاع برا ما يجيكش يابس كيما تاع الدار. وهذه استوس انك تخلي البريوش تاعك يجي طري هكذا. وهذه هي النتيجه تاعنا. شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله. هنايا دوك تشوفوا كيفاش راهو الطري، الله يبارك. هاي لك النتيجه تاعنا اللي تعبنا عليها وخدمناها. تقدري تخبيه من في المجمد يحكم لك مده مليحه ما شاء الله. جربيه وخلي لي رايك في التعليقات.